السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهارده وروتين جديد. قبل ما نبدأ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنعمل ايه يا سمكة؟ النهارده هنعمل سمك سنجاري بس بالبوري. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده بالروسي، بالسمك الروسي، فقلت اعمله معاكم المرة دي بالسمك البوري. والله يا بنات هما في تلك الحالتين جميل جميل. بقولكوا هنا شوفوا السمك صابح ولون احمر، والسمكتين الصغيرين دول كانوا طبة الميزان. هنا بقى بقولكوا الدقة اهيت والحاجة كانت عاملة ازاي. دي كان توم كنت مخزناه، مش عارفة دلوقتي طلعت فين. كنت المفروض جايبة حتى العلبة لونها لبني هناك اهي. هنا هوت مش مشكلة بقى، بوريكوا وقت تاني. هنا توم وعصرت عليه 3 ليمونات وكمون وملح وشوية كزبرة، معلقة كزبرة حلوة كده، كزبرة ناشفة. هقلب كل ده مع بعضه كده واسيبه واقف جنب مع نفسه. هرجع له تاني دلوقتي. انا خدت السمك طبعا ونضفته، وهنا بقى هعمل الخلطة بتاعته. نضفته وشلت القشرة بتاعته والخياشيم بتاعته وكل حاجة وسبته يتنقع. هنا بقى جبت بصلاية صغيرة عشان ولادي مش بيحبوا شكل البصل فيه كتير. هي الخضار ده كله عامة هيصفى على حبة صغيرين. اما بيرملوا الخضار وانا اللي باكله، والله العظيم تاتا ان الخضار ده هو بيبقى طعمه احلى من السمن. المهم بقى هنا جبت بصلاية وطماطم وفلفل اهوت وجزر وطماطم، مقطع كل دي بقى بالطريقة اللي انت عايزة تقطع مربع، عايزة تقطع زي ما انا بقطع كده، كله شغال. والسمك على فكرة السنجاري دوت بينفع بالبوري، ينفع بالروسي، ينفع بالمشاط. بس هي كل ما تبقى السمكة ملحمة وحلوة يبقى طعمه جميل وأحلى وأحلى. أنا بحبه بالأكتر صراحة، صراحة بحبه بالروس والبوري له ميزة بقى تانية، ان هو بيبقى سمين، فالسمونية بتاعته ديت بتدوله طعم برضه حلو مش وحش. يعني انا اكتر حاجتين بحبهم الروسي والبوري، بس الاكتر في السنجار الروسي. ما علينا احنا في الغلا دوت مش هنتبطر ونقول روسي وبوري. هو الروسي وصل يعني لحد دلوقتي 180، فننتقل للبوري، مش هيقول لأ يعني. فلازم نحب جميع الأصناف بكل حالات. هنا بعد ما قطعت الخيارة الجزرة ولقيتها عريضة شوية، مش هتبقى نفس تقطيعة البطاطس والفلفل، يعني صغرتها شوية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى الطماطمية اهي تقطعها رفرة. كل الخضار ده هقطعه مرة واحدة عشان اما اجي اروح على البوتاجاز بقى. ما تنسوش اللي في الطبق دوت توم وليمون وكمون وكزبرة ناشفة. هنا بقى الحلة اللي هناك ديت بتاعت بحمر فيها البصلة برضو بتاعت الرز. وهنا بقى هعمل الخلطة بتاعت البصل اللي انا احطها على السمن. خدت كده المعلقة من التوم اللي انا كنت عاملاه دوت عشان بس ريحة الكزبرة تطلع بالتوم كده، مش يا دوبك بس كده تقليبة زي ما انت شفته في السريع. بعد كده هنزل بالبصل. هنا بقول لكم انا بعمل البصل بتاع الرز. انا كنت عايزة اخلص عشان احنا ابتدينا موسم الدروس يا جماعة، ف بخلص قبل ما اروح الوظيفة بتاعتي، قبل ما اروح الدرس. المسافة بقى زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو تقريبا، ان المسافة بيننا وبين الدروس مسافة بعيدة، وابني لسه صغير فخايفة عليه، يعني بيعدي طريق سريع. فهنا المهم نرجع لكلامنا. هنا حطيت الجزر لان الجزر هياخد سوا اسرع، يعني بيطول في السوا عن بقية الخضار، عشان كده حبيت اقطعه رفيع. وهنا هوت الفلفل والطماطم اخر حاجة. هو كل ما يبقى صحيح كده ما تتدبلهوش قوي احسن. وهنا بقولكوا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي في التعليقات. اهو افضل اقلب بقى كده
واحط شوية الملح وشوية الفلفل والكزبرة برضه نفس هي البهارات دي شغالة معانا طول الحلقة. شغالة معانا طول الأكل. الملح اهوت والكمون ومعلقة الكزبرة. بس كده هشيل بقى يا دوبك كده، الطماطم مش عايزاها تتير، انا عايزة كل حاجة صحيحة زي ما هي اهو. شيلتها اهوت، اروح بقى جايبة الحلة ده في النص كده، بس العين اللي هناك دي بطيئة. واشتغلي يلا يا سمك، يلا يما عشان تلحق الوظيفة. ربنا يعيننا كلنا على الوظيفة. هنا حطيت معلقة كمونة اهيت، تبقى جميلة 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 في السمك. نزلت بالمية بتاعتها اهي. انا بقى بعد ما بعمل كده بروح جايبه مصفى وشايله البصل اللي انا حمرته، يا دوب خدت اللون بس. ان ولاد عندي ما بيشوفوا البصل ما بيرضوش ياكلوه. حطيت ملحي وحطيت الكمون في الاول بقى، هسيبه ياخد غلوه وخلاص. هنا السمك اهو بقول لكم بعد ما نضفته. حطيت زيت تحت كل واحده كده بس عشان ما تلزقش. اهو شوف هنا بقى الصينيه دي ما كانتش مكفيه، رحت موديه في الصينيه اللي هناك دي ووزعت التوم كده. هدهن بقى كده عشان تبقى اللحم نفسه، لحم السمكية واخد من التوم والكزبرة. جربوا الطريقة دي يا بنات، والله العظيم هتدعولي. جميلة جميلة جميلة، وما بتخليش ريحة الزفرة في السمك ولا اي حاجة. اه بس اهم حاجة تكوني غاسلة السمك ونقعاه في مية وملح ودقيق كده عشان تبقى ريحته حلو. هنا بقى الخلطة اهي، هتلاقوني حطيت في سمك خلطة كتير وسمك شوية، لان كده كده خلطة هتلف تلف وترجع لي. فانا حطيت يعني في السمك اللي ولادي مش هياكلوه خلطة كتير، واللي انا هاخده كتير. هعمل ايه ماما يعني ان كلوا بياخدوا منها قطمة كده وبيروحوا رامين. انا على نفسي بحب الخلطة دي. اه عايزة تحط تحتها ورق حراري او ورق زبدة حط براحتك. بس انا يعني بروح حاطة زي شوية زيت كده تحت وخلاص. مش بيلزق السمكة، هي مش بتلزق فيه. ادخله بقى الفرن. اه هنا اهو السمك كان طلع، ودي كان شكله واشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.